حياكم الله دكتور الفاضل فهد السليم، العميد الأسبق لمعهد الفنون المسرحية. حياك الله بفيتو. يا هلا مرحبتين أخوي خالد، وأنا سعيد اليوم لقائي معاك، وإن شاء الله يكون لقاءنا مثمر إن شاء الله وبناء. حياك الله، تشرف بلقائك دكتور. حبيبي دكتور، قبل ما نبلش محطات الفيتو، السؤال اللي يطرح نفسه، المسرح الكويتي هل نعيش على أطلاله أو ما زال المسرح في ميادين المنافسة والسباق؟ بداية خلني أقول أنا دائما أستعين يعني بتعبير مجازي، يعني يقول لك لكل زمان دولة ورجال، لكن احنا نقول لكل زمان دولة ورجال ونساء أيضا في نفس الوقت، لأنهم شركاء لنا في المجتمع ولا يمكن أن نخفي دورهم أو نلغيه بنفس الوقت. الحقيقة ما زلنا احنا بخير ومسرحنا بخير، أما نعيش على أطلاله هو التاريخ وهذا الإرث الجميل اللي توارثناه، لابد احنا نستكمل هذه المسيرة من الذين سبقونا في هذا المجال، وأنا أعتقد احنا استلمنا الراية خير استلام، والحين قاعدين نقوم مثل ما يقولون بالوصية ونحاول على قدر المستطاع. وأنا أشوف الآن في الساحة الفنية مخرجات أبنائي المعهد العالي للفنون المسرحية، أتكلم أنا وخص في قسم التمثيل والإخراج، إذا كان في الجانب العملي التمثيلي والإخراجي فأنا أعتقد هو بخير، وأيضا على مستوى قسم الديكور والفنون الجميلة أيضا مستوى طيب. إذن يملك مشروع واضح ورؤية واضحة وفكر صحيح ما زال محتفظ فيهم. أكيد طبعا، خاصة إحنا أستاذ خالد يعني في ظل السوشيال ميديا وعصر التطور السريع، الأبديت اليومي هذا، فأنا أعتقد إحنا مواكبين الركب. نعم. بنطلق على حضرتك في محطة الفيتو. جاهز؟ أنا جاهز معك. دكتور فهد السليم، العميد الأسبق لمعهد الفنون المسرحية، المعهد العالي للفنون المسرحية، لك صولات وجولات في هذا الميدان، وأيضا لك أنشطة اجتماعية وغيرها مع فنانين ومع شخصيات وغيرها. شنو الحادثة التي راسخة في ذهنك، ما زالت راسخة في ذهنك، حدثت في أروقة يعني وما زالت يعني تحتفظ فيها أو تذكرها؟ مسموح لنا إحنا والمتابع الكريم أن يعرفها. شنو من الحادثة مرت غريبة عليك، سواء مع فنانين، مع شخصية معينة، في مسرحية معينة؟ والله هي الحقيقة يعني شغلة جميلة أنا حصلت لي في يوم من الأيام، ألا وهي أني كلفت من قبل الديوان الأميري متمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي آنذاك في 2012 بتكليفي لعمل أوبريت إخراجي بمناسبة مرور 100 عام على المسيرة التعليمية في دولتنا الحبيبة الكويت. وأنا كنت محظوظ لأن هذه المئوية يعني أنا أول واحد أخرج هذا العمل، ومناصفة ومشاركة بالأوركسترا الأستاذ أو الدكتور الزميل كان عميد الموسيقى آنذاك سليمان الديقان. والحقيقة الموقف اللي لا أنساه طوال ما حييت هو صعود سيدي صاحب السمو أمير البلاد آنذاك رحمة الله عليه أبونا الشيخ صباح الأحمد بعد انتهاء هذا الأوبريت وتحيتنا، وكان فرحان وسعيد لأن العمل كان الحقيقة يضم نخبة يعني حتى من الكتابة، من كتابة العمل دكتور يعقوب الغنيم إلى نهاية العمل. تذكر منه كان يؤدي هذا العمل من ممثلين؟ طبعا كلفنا احنا كعميد معهد عالي للفنون المسرحية وعميد عالي للفنون الموسيقية ان احنا نعمل هذا العمل مجتمعين اكاديمي الحقيقة، وكان ابطال اللي هم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، وانا كنت المخرج للدراما في هذا العمل، وكان الدكتور سليمان الديقان هو المؤلف والأوركسترا في متمثل ايضا في اساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية. والأمانة كان العمل لايف وبحضور سيدي صاحب السمو، بحضور ورعاية سامية من صاحب السمو. حضر العمل. نعم. فهذه لا أنسى طول عمري إني أنا وقفت بجانبه. وكان في سنة 2012. أسلم حضرتك الكروت. بسم الله. وياك هذا حق الاعتراض على أي سؤال من أسئلتنا، إذا ما تجاوب خلي مع الطاولة دكتور. سامع بالاستجوابات. أكيد طبعا. راح نستجوبك. يا ساتر. يلا. المعهد العالي للفنون المسرحية هل له تأثير على وعي دكتور فهد السليم وشكل يعني جزء من شخصيته قبل أن تتولى زمام هذا المعهد؟ أكيد خالد، خاصة وأن أنا يعني
تربيت في هذا المعهد وأنا صغير. يعني انتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية كطالب في عام 1987. كنت طالب المرحلة الأولى في سنة أولى قسم التمثيل والإخراج، ومن ثم تدرجت في المراحل اللي تليها إلى أن تخرجت. مدة الدراسة عندكم في المعهد 4 سنوات. 4 سنوات. تحصل على بكالوريوس؟ نعم، درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج أو قسم الديكور، القسم اللي أنا منتسب له. لكن احنا تأخرنا سنة في التخرج، وذلك بسبب الغزو الغاشم. نعم. في عام 90، لأن أنا كنت وقتها منتقل من 89 إلى 90، أكون المفروض سنة رابعة، تخرج سنة رابعة. لكن الحمد لله على كل حال تخرجنا في عام 92 اللي هو بعد التحرير، لما تحررت الكويت في 91، وبدأ العام الدراسي في سبتمبر 91، وتخرجنا في شهر 5 92. نعم. يعني أنت ابن المعهد. ابن المعهد. وعارف على قولتهم مداخله ومخارجه ومكامن الضعف والقوة، ومشخص كل مثل ما يقولون المشاكل اللي فيه. حالته. يوم ما وليت زمام هذا المعهد وتسلمت منصب العميد، شنو نعم. التحدي الأول اللي كنت حاطه ببالك إنه يتغير؟ هو لا شك أخوي خالد، شوف يعني هذه مقولة قالوها لي اللي سبقوني في هذا المجال. أنت كل ما تطلع في منصب أعلى كل ما تشوف الناس في درجة أعلى. يعني أنت تشوف المشاكل أو تحل المشاكل. إذا كنت صاحب قرار فأنت أكيد لما تكون صاحب قرار. أنا لما تبوأت منصب رئيس قسم التمثيل والإخراج قراراتي كانت محدودة داخل القسم العلمي وأثناء اجتماعاتي مع ضاهية التدريس في القسم العلمي. ومن ثم لما طلعت إلى منصب وكيل توسعت الصلاحية. أكيد تتوسع الصلاحية. طيب. بحكم أنك أنت كل ما تطلع فشنو التحدي اللي كنت حاطه ببالك إنه يتغير؟ الأمانة هو شوف، بداية منذ أن أعلن عن يعني وضع جميع يعني عميد جديد. نعم. أو قبول عميد جديد أو تغيير عمادة جديدة. فيعني أنا شخصيا يعني ارتأيت بأن بحكم الخبرات المتراكمة عندي في انتسابي للمعهد منذ كنت طالب إلى معيد إلى التدرج اللي أنا تدرجته، لابد أني أنا أقدم رؤية علشان أكون مختلف عن الذين تقدموا معاي في فترة العمل. أبي أعرف ليه ما قلت لي الرؤية الرؤية هي أني أنا أطور في المعهد في الأقسام العلمية، تزيد أقسام. نعم، أقسام، تزيد تخصصات، تزيد التخصصات. بطبيعة الحال أنا نوعت في التخصصات، وأيضا نقحت في بعض المناهج اللي كانت بالنسبة لنا إحنا كانت عقيمة، لأن مثل ما قلت لك الفن قاعد يتطور يوم عن يوم، وإحنا لابد إن إحنا نواكب الركب والعصر. إحنا يعني لازم يعني أذكر هذه النقطة المهمة أخوي خالد، ألا وهي إحنا المعهدين الوحيدين في المنطقة، في منطقة دول مجلس التعاون الخليج. نعم. وإحنا الرافد الثقافي لهذه الدول. تخرجتوا وترى أسامي كبيرة أتوقع من فنانين من قطر وفنانين من البحرين. نعم. وفنانين صحيح يعني صحيح. أسامي كبيرة أتوقع من ضمنهم غانم سليطي أو شيء، وما زلنا. نعم صحيح، غانم سليطي. نعم، وفي فنانين بحرينيين أيضا. صحيح، أيضا يوسف بهلول. نعم. عبد الله ملك. نعم، أسامي كبيرة يعني. صحيح. خرجت من صحيح. نعم. من كان يسبقك في العمادة قبل ما تتولى المنصب؟ أنا قبل لا أتولى المنصب كان أخوي وزميلي الدكتور عبد الله الغيث. نعم. شلون كفنان السليم جمع بين يعني هوايته كفنان وبين صرامة تدري العمل الأكاديمي والإداري في صرامة شوية وفي قرارات جادة أو تحتاج إلى حزم، شلون جمعت ووفقت بينهم أو وازنت بينهم؟ أنا أعتقد أخوي خالد هم مكملين لبعض. لأن أنا بالبداية كنت هاوي. فهي الموهبة تصقل من خلال الدراسة. فأنا أعتقد، لأن حتى هذا الكلام يعني أقول حق طلبتي كل يوم، لازم تعرف الفرق بين أنك أنت نجم على الساحة الفنية من غير شهادة، وبين حصولك على شهادة تصقلك وتجعلك فنان أكاديمي كامل ومتكامل. تفرق؟ طبعا الكمال الله سبحانه وتعالى. يعني الموهبة بحد ذاتها تحتاج إلى شهادة. أكيد طبعا، يعني طبعا هناك موهوبين كثر. نعم. وكانوا في الساحة وهامات وقامات، مثل الله يرحمه أبو عدنان الفنان عبد الحسين عبد الرضا، وما ننسى أيضا الفنان سعد الفرعي وخالد النفيسي. هذول كملوا عندهم شهادات، عندهم دورات في الولايات المتحدة وفي بريطانيا. والسادة مريم الصالح يمكن حتى أول حاملة درجة الماجستير في المنطقة كسيدة يعني كممثلة. فالحقيقة هم مكملين لبعض.
الساحة الفنية، خاصة أني أنا انتسبت إلى مسرح الخليج كعضو في بداية دراستي. طبعا من خلال أنا أتذكر يعني الأستاذ عبد العزيز المنصور رحمة الله عليه والأستاذ منصور المنصور رحمة الله عليه دعوني إلى المسرح، وأيضا هم اللي أصروا على أني أنا أنتسب. والحقيقة هذول كانوا بمثابة كشافين للطلبة يعني المتميزين، ويختارونهم على أساس يمثلونهم في مسارحهم. يعني شنو اكتشفوا فيك دكتور فهد قال لك تعال هذا مجالك أو هذا طريقك؟ شو اللي شافوا فيك؟ أكيد هم كفنانين لهم رؤية خاصة في هذا المجال، ورأوا في موهبتي أكيد يعني لها مستقبل. وأنا أعتقد الحقيقة أنا ترى في بداياتي يمكن كان لي بعض الأعمال خاصة وأنا كنت طالب وحصلت على جوائز أحسن ممثل وأيضا أحسن مخرج، لله الحمد والفضل والمنة. فأنا أعتقد هذه كلها الأمور كانت CV ورصيد حقي يأهلني على أني أنا أكون لي الأولوية حتى في أي اختيار لعمل ما، والحمد لله. لكن أنا دخلت المجال والساحة بإرادتي وخرجت منها بإرادتي للأمانة. طيب تطرقت حق المناهج. نعم. شنو البصمة اللي تركتها في المناهج التعليمية المسرحية؟ أنا أعتقد أخوي خالد يعني إحنا منذ أن انتسبنا إلى المعهد العالي في المسرحية أيضا وسألنا الذين سبقونا في هذا المجال واللي تخرجوا من زملائنا الفنانين واللي موجودين في الساحة الآن حتى أنهم ما شاء الله عليهم مخضرمين يعتبرون ونجوم، أن يعني هي نفس المناهج اللي درسوا فيها أو درسوهم فيها إحنا قاعدين ندرسها. في الحقيقة أما جيت شنو سويت؟ يعني أنا لما كنت رئيس قسم التمثيل أضفت إلى احنا عندنا القسم اسمه قسم التمثيل والإخراج. فحنا لما كنا طلبة عشان بس هم المشاهد يكون متابع معنا. نعم. كم قسم عندكم تمثيل والإخراج؟ عندنا 3 أقسام. أول شيء لما دخلت المعهد قسم التمثيل والإخراج. ممتاز. قسم الديكور والتصميم الداخلي وقسم النقد والأدب المسرحي. هذول 3 أقسام فقط. نعم. ولما صرت أنا عميد استحدث قسم التلفزيون والدراما. دراما التلفزيون طبعا. نعم. طبعا الفكرة جاءت من مادة اسمها احنا ندرسها مادة تلفزيون. طبعا إذا تقول لي احنا نتكلم إذا تبي نتكلم عن قسم التلفزيون والمناهج اللي أنا طورتها اللي هي في مادة. فأنت استحدثت قسم جديد اللي هو قسم التلفزيون والدراما والدراما التلفزيونية. نعم لما صرت عميد وصار عندي صلاحية. في سنة تم افتتاحها رسميا كمبنى في عام 2014 في نهاية عمادتي يعني آخر سنة في عمادتي كمبنى. وكمناهج أيضا كنا محضرين المناهج وكنا من قبل لجان معتمدة كانت من ديوان الخدمة المدنية ومن جامعة الكويت من التعليم التطبيقي. ممتاز. ولكن بعدها العمادة اللي عقبي أو الإدارة اللي عقبي غيروا في المناهج أو حطوا مناهج استحدثوا هم بنفسهم مناهج تخصهم. أنت ل 2014 من 2010 ل 2014 تقريبا ل 2015 في العطلة الصيفية يعني كان آخر العميد اللي جاء عقبي أعتقد كان بشهر 7 2015 إذا ما خاب ظني إذا ما خانت الذاكرة. الاعتماد الأكاديمي كان يمثل لكم قلق أو هاجس ومن أيضا الملفات الشائكة اللي كنتوا تعانون منها؟ بالعكس أنا أعتقد الاعتماد الأكاديمي يمكن أنا فترة عمادتي يعني رسخته وثبته لما عملنا بروتوكول تبادل ثقافي مع أكاديمية الفنون في القاهرة متمثلة أنا ذاك في رئيسه كان الأستاذ الدكتور سامح مهران. الحقيقة أنا طرحت على أن يكون في توأمة بيننا وبينهم بحكم أن المعهد العالي في المسرحية اللي في الكويت هو الابن الشرعي للمعهد العالي في المسرحية في مصر خاصة اللي أسسه زكي طليمات رحمة الله عليه. فالأمانة لاقى قبول أنا ذاك هذا يعني هذه الفكرة وعملنا توقيع في الدورة الثالثة للمهرجان الأكاديمي وأعلنا عنها. يعني المعهد حاصل على اعتراف أكاديمي الآن. احنا اوريدي اصلا اعترافنا الاكاديمي قبل وجودك حتى قبل وجودي يعني ما يعتبر دبلوم يعتبر بكالوريوس. لا بكالوريوس هو طبعا. لكن انا ابي انوه على نقطه كثير من الناس يسالون عنها الا وهي لما نروح نستكمل دراساتنا العليا خاصه في دول اوروبا خاصه في الولايات المتحده الامريكيه. طيب. المعتمدين فقط عندهم كشهادات وكدرجات للفنون المسرحيه معهدنا اللي في الكويت والمعهد اللي في القاهره فقط معتمد. رغم انه في معاهد في يعني الدول العربيه كلها الكويت ومصر فقط لا غير بس. لكن
يمكن من بعد عقب في معاهد في بيروت وفي يعني. نعم ما ندري اذا كان يعني هل فعلا تم اعتمادهم، ما ادري يعني. زين، تعزيزك للروابط بين المعهد والمؤسسات المسرحيه الدوليه كان بناء على شنو اللي كنت تسعى له او شنو اللي كنت تبي؟ الحقيقة هذا كان حلم منذ كنت أنا طالب، ألا وهو أن إحنا نبي نطلع الناس يشوفوننا برا، يشوفون الفن الكويتي، خاصة لما كنت أنا طالب، لما كنت أقعد مع الكبار مثل منصور محمد المنصور، والأستاذ رحمة الله عليه فؤاد الشطي أيضا المخرج المعروف، حتى أستاذنا حسين مسلم الله يطول في عمره، كانوا يقولون لما يشتركون بالكويت في أي مسابقة عربية بالتحديد ودولية يكون يعني في زحام على حضور هذه الفعالية، من كثر ما المسرح الكويتي له صيت انه قوي. وين عاد في المهرجانات؟ في كل المهرجانات. نعم انا اتكلم خاصه المهرجانات اللي هي الاكاديميه، نعم والدوليه بالتحديد. فكانت الكويت يعني سباقه في هذه الامور، وحصولها على جوائز وتحصل جوائز يعني من يومنا احنا اسياد ايضا في المسرح، ليس بس في كره القدم مثل ما يقولون، لكن احنا ايضا اسياد في الفن والمسرح. نعم. فلما انا استلمت الامانه يعني كان هاجسي وانا طالب ان احنا نطلع كطلبه ايضا يكون لنا مهرجان خاص فينا كطلبه. احنا في الكويت عندنا من بعد صار هو عندنا مهرجان واحد اساسي اللي هو المهرجان المحلي، ومن ثم صار في مهرجان الشباب الرياضه اللي هو تابع حق هيئه الشباب الرياضه. وهذا اجتهاد شخصي من بعض الزملاء. ايضا بالتعاون معاكم؟ لا احنا نشترك كمساهمه، احنا ندعم هذه المهرجانات الشبابيه من خلال المشاركه في العروض، نعم عشان عيالنا. دعمكم وين شلون دعمنا من خلال احنا المشاركه؟ نعم المشاركه في مسرحيات. والحقيقه ان لنا هدفين. الهدف الاساسي انا بالنسبه لما كنت عميد ان ابناء الطلبه يحتكون بزملائهم اللي برا، ويكون في منافسه ويعرفون معنى المنافسه. وهذه فرصه انا اعطيها حق عيالنا الطلبه ان يعتمدون على نفسهم من خلال انه يخرجوا العمل، الديكور، كل شيء يعني كل ما تحمل هذه الكلمه. هني يقودنا لسؤال، هناك مشاريع تخرج طلبة حولتوها من مجرد اختبار إلى عروض جماهيرية ونافست. صحيح في عروض يمكن آخر عرض أنا كان عندي مادة أنا أدرسها تطبيقات إخراجية، هذه أحد المواد اللي أنا استحدثتها في قسم التمثيل والإخراج، اللي هي أن الطالب لازم يكون عنده عمل يخرجه، وكل ما تعلمه من خلال ال3 سنوات التي سبقت سنة رابعة، لأنه يأخذ هذه المادة التطبيقات الخارجية في سنة رابعة قبل التخرج. يكون مشروع تخرج يعني. مشروع تخرج نعم. وكانت مشاركتهم أحد الطلبة يحيى الخروصي أعتقد اسمه من عمان، طالب عندي في سنة رابعة، شارك في المهرجان الأخير، وأيضا حصد يمكن أتوقع المعهد عالي 7 جوائز تقريبا. ممتاز. فهذه فرصة على أن أبنائنا الطلبة، طبعا إحنا أبناء الطلبة خذوا فرصهم من خلال المهرجان الأكاديمي. أنا قلت لك هذا كان حلم بالنسبة لي أنا من كل طالب أنه يكون عنده مهرجان خاص فينا. فبديت الفكرة في أيام مسرحية في 2010 لما كنت أنا رئيس قسم، ومن ثم لما استلمت العمادة عملت مهرجان أكاديمي، طورت هذا المهرجان، وصلت المعهد العالي للفنون المسرحية إلى العالمية. الدورة تذكر المسرحية، اسم المسرحية اللي بديت فيها الفكرة عادك؟ لا هي الفكرة إن أخذت المسرحية هذه ودخلتها. لا الفكرة إن سويت مهرجان، أعطيت فرصة حق أبنائنا الطلبة في المعهد العالي كمسابقة، مهرجان مصغر. نعم. مسابقة يتسابقون بينهم بين بعض، يتنافسون، ومن ثم يكون حتى أعضاء التدريس هم لجان التحكيم. العمل الأفضل شيء، والعمل الأفضل يأخذ جائزة ولا هذا. ومن ثم الدورة الثانية خلينا الاحتكاك يصير خليجي، دعينا دول مجلس التعاون من خلال معاهدهم في بعض الجامعات عندهم أقسام تعلم المسرح يشاركون. أنا كنت حريص إنه يكون أكاديمي بحت على فكرة، مو محلي إنه شعبي ولا لا، وأيضا باللغة العربية الفصحى. الدورة الثالثة صارت عربية بمشاركة مصر وسوريا ولبنان كله كان في الكويت عندنا، كله عندنا وفي معهدنا. السنة يعني استمر كذا دورة. الدورة الأولى كانت في 2011، والدورة الثانية 2012، والدورة الثالثة 2013 كانت عربية، والدورة الرابعة كانت عالمية بمشاركة فرنسا وروسيا وإيطاليا. يعني دورات متتالية يعني متتالية. وكنت حريص أيضا، إحنا عندنا يوم عالمي يحتفل المسرح في العالم كله اللي هو يوم 27 مارس، فأيضا كنت حريص أنه يكون الافتتاح
والمصادفة تكون في نفس اليوم العالمي للمسرح علشان تكون قضية عالمية. وفعلا يعني نشرنا العالمية، وهذا فخر للكويت كلها ان احنا رفعنا اسم الكويت عالميا من خلال معهدنا هالصغير، من خلال طلبتنا مشاريع الطلابية هذه. نعم. تغلب وياك الأعضاء هيئة التدريس في خلال يعني وجودك في على هرم أو على رأس الهرم في المعهد، كيف كنت تستقطب الكفاءات الشابة سواء من خريجين معهدكم أو من خارج المعهد؟ الحقيقة هذه كانت مشكلة أخوي خالد. إحنا عندنا من يوم كنت أنا طالب كانوا الأساتذة اللي أشوفهم من أنا طالب لين صرت معيد لين وحده أغلبيتهم كانوا موجودين. فأنا قلت لك في بداية حديثي أنت دائما من تطلع درجة أعلى في البروسيجر وتكون صاحب قرار أنك أنت البوزيشن، وأنت تطلع فوق لما تطلع كترقية أبجريد أنت تكون عندك قرارات أكثر. الحقيقة أنا ارتأيت في فترة عمادتي أن يضخ دماء جديدة للمعهد، خاصة الفترة اللي أنا استلمت فيها مهام أو زمام الأمور في العمادة. كان في قرار قد صدر بالعميد اللي قبلي اللي هو ذكرته قبل شوي الدكتور عبد الله الغيث بوقف تعيين المعيدين بسبب أنه كان في تكدس من قبل العميد اللي قبله لمن قبلوا فترتها يعني معيدين عدد كبير. المعهد كان بحاجة لهم ولا صدق كان في تكدس؟ والله شوف، احنا مشكلتنا اخوي خالد احنا المعهد مرتبط في 3 جهات، ألا وهي المعهد كإدارة في لائحة نظمة. نعم. وأيضا لأن بحكم أن احنا تابعين التعليم العالي. نعم. وبحكم التعليم العالي تابع ديوان الخدمة المدنية كوزارة. وأيضا التطبيقي تابعين. لا احنا مش تابعين التطبيقي، منفصلين عنه نهائيا، ما لنا علاقة. لكن بالفترة الأخيرة كان في أصوات تبينا ننضم للتعليم التطبيقي، لكن لا يصلح هذا الأمر في عدة أسباب نشرحها فيما بعد. لكن بالنسبة حق ضخ دماء جديدة أنا ارتأيت أن يكون في ضخ دماء جديدة، خاصة وأن هناك نقص في الكفاءة. شلون يقولون تكدس دام في نقص؟ لا احنا نتكلم تكدس بالمعيدين، لأن أنا مثل ما ذكرت أنا ما أبي أتوسع بالموضوع، لأن احنا مرتبطين مثل ما قلت لك في ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية يعطي كل سنة 4 بعثات أو 4 مقاعد أو 5 مقاعد حق الموسيقى وحق المسرح بعدد كامل. نعم. متكامل يمكن 10. فهذا دعا أن يكون في تكدس، يعني أن في بعض المعيدين ما يجيبون قبول أو ما لهم رغبة أن يكملون في دولة معينة. نعم. لأن كانت مفروضة أيضا علينا أن احنا نكمل دراستنا في جمهورية مصر العربية. لكن الشباب أنت عارف في خلال التطور يبون يطلعون برا في أوروبا، يبون يتزودون في المسرح أو العلم الحديث أو الحقول المعرفية الحديثة اللي خاصة في المسرح في شتى طبعا الأقسام العلمية اللي أنا ذكرتها لك في السابق. دكتور، اقترحت اقتراح بتحويل المعهد إلى أكاديمية الفنون، وهذا كان مجرد اقتراح ولا سعيت له؟ لا أنا ما اقترحت أنه يكون هذا الحقيقة، بس لتوضيح المعلومة تأكيدها. أكاديمية الكويت للفنون هذا حلم بالنسبة حتى لأساتذتي اللي درسوني لما كنت أنا طالب. شو الفرق بين المعهد والأكاديمية؟ يعني علميا وأكاديميا شو الفرق؟ الأكاديمية أخوي خالد احنا كنا نسعى يكون لنا كيان خاص فينا كأكاديميين وكفنون موسيقية ومسرحية. ممتاز. وأيضا بحكم أني أنا كنت عضو في مجلس الأمناء التأسيسي، احنا اقترحنا يكون هناك معاهد جديدة واستحداث معاهد جديدة كمعهد الفنون الجميلة والكونسرفتوار والفنون الشعبية وطبعا الموسيقى والسينما والدراما التلفزيونية، وتكون هذه المعاهد كلها تحت مظلة الأكاديمية. احنا كنا يكون لنا كيان نفس جامعة الكويت واستقلاليتها. نعم. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي واستقلاليتها، وأيضا إحنا وتعليمنا واستقلاليتنا. فهذا كان حلم سعيت له يوم أنا ما سعيت له، هو كان موجود كفكرة. طيب. في ناس سبقونا في هذا، لكن أنا كنت محظوظ أن لما صدر المرسوم الأميري في عام 2011 أنا كنت في لجنة مجلس الأمناء التأسيسي بحكم منصبي كعميد. طيب. فكنت أنا أحد الذين يناقشون هذا الشيء. نعم. اللي صاغت وعملت واقترحت المناهج واللوائح والقوانين. اشتغلتوا عليه يعني شغل؟ طبعا. ايش كثر استمريتوا؟
فترة عمادتي أنا كانت تقريبا يعني أنا لحقت شوف هو كان مجلس تأسيسي أول واحد كان برئاسة عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه. نعم. وأعتقد بعدين لما اعتذر انتقل إلى الأستاذ محمد السنعوسي رحمة الله عليه أبو طارق. فأنا كنت في الأول والثاني اللي برئاسة دكتور. وين وصل؟ يعني شاف النور تم تطبيقه؟ والله شوف يعني أنا بقول لك شغلة يعني هي مؤلمة بالنسبة لي. احنا كان المفروض في 2013 حسم هذا الأمر بناء على آخر اجتماع اجتمعنا في هذه اللجنة. تمت الموافقة عليه. وأيضا تم اختيار رئيس مؤقت يعني فترة انتقالية ونائب رئيس لمدة عام قابلة لمدة 6 شهور قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لا غير. وأيضا وضعنا شروط لهذه يعني المناصب هذه الكبيرة الرئيس ونائب الرئيس. نعم. طبعا أن من تم اختيار رئيس في هذه الفترة الانتقالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد 6 شهور وتجديدها 6 شهور لمرة واحدة فقط لمدة عام يعني. ممتاز. أنا همي وين وصلته؟ لا يحق له أنه هو يرشح نفسه كرئيس لما ينزل إعلان لرئيس الأكاديمية، ولا يحق للنائب أنه يأخذ نفس المنصب. ممكن يتبادلون لكن بعدين وقف. أنت بالانتخاب يعني تكون ولا بالتعيين؟ مجلس الأمناء هو اللي يختار. هو يختار. مجلس الأمناء الأكاديمية هو الذي يختار، يعين يعني شخص تعيين، يضع الشروط والمعايير لكن ويشوف من الأنسب. نعم. لكن احنا هذه الفترة احنا وضعنا لفترة انتقالية لأن هذه فترة يعني تأسيسية. دكتور فهد وين وصل المقترح؟ وصل المقترح 2013 تم اختيار الرئيس والنائب. وتفاجأنا احنا بعدها بأسبوعين. شنو المفاجأة؟ انه وقف المشروع لأسباب خاصة لا نعلمها. بعدين بحثتوا فيها؟ احنا طبعا هو رئيس مجلس الأمناء كان رحمة الله عليه محمد السنعوسي أبو طارق. نعم. وطبعا الوزير هو الرئيس الأعلى ويعتبر النائب الرئيس اللي هو أبو طارق. اعتقد كان هناك بعض التعديلات على المرسوم الأميري وكان قد نقل إلى الفتوى والتشريع لكي يعني يقومون في تعديل بعض المواد. ووقف إلى هذه الفترة. بعدين أنا خلصت فترة عمادتي الأمانة بس لحد الآن ما طبق هذا المشروع. والله احنا تفاجأنا قبل فترة إن احنا كان في العطلة الصيفية هذه إنه كان احتمال ينقلون إلى التعليم التطبيقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. والحقيقة يعني بين شد وجذب وقف المشروع ورجعنا مرة ثانية للأكاديمية. وصدر يوم 7/9 أعتقد تعديل لمرسوم الأكاديمية. ونحن بصدد الآن بانتظار يعني ينزلون الإعلان لمدير الأكاديمية وأيضا إعلان مجلس الأمناء وأيضا إعلان الأمناء نفسهم. انتقل الميزانية. طلبت بزيادة مخصصات الميزانية المعهد للبعثات وأيضا للتاج المسرحي. والله شوف يعني أنا أعتقد ميزانيات الدولة تكون يعني خاصة إحنا لنا ميزانية كمعهدين سنوية ومن خلال هذه المعهدين للموسيقى وللمسرح. طبعا تندرج تحتها اللي هي الرواتب لا ما لها علاقة. أنا أتكلم عن يعني ميزانية اللي هو الترميم التعديل العروض المسرحية المشاريع هذه من وين يتم الصرف عليها؟ أنت تطلب من خلال وزارة التعليم العالي قبلها فترة يعني من خلال ضوابط معينة. كخطتكم يعني تحطون خطة معينة. نعم إحنا سنويا تطلب يعني أنا الحين مثلا إحنا في سنة 25 يطلبوا من عندك تحط رؤيتك حق سنة 26 وتحط ميزانيتك المتوقعة والمحتملة. طيب الاستقلالية هذه للمعهد تعتبر استقلالية ضرورة فنية أم مجرد مطلب إداري أو استقلالية إدارية؟ لا أكيد ضرورة فنية وأكاديمية لأن يعني قلت لك أنا التطور اللي في العالم يحتم عليك أنك أنت تتطور وتواكب هذا التطور أيضا. وأنا أعتقد وجود أكاديمية مهمة في هذا الوقت. يعني أنت عارف أخوي خالد أهم رافد أو أي تطور لدولة في العالم من خلال ثقافتها. فأنا أعتقد إحنا الرافد الأهم والشريحة النخبوية هي شريحة المثقفين يعني معروفة في كل مكان في العالم. في دول في الخليج سبقونا بهذه الخطوة؟ الأكاديمية لا. الأكاديمية لا. هم حاولوا الأمانة يكون في بعض المعاهد يعني حاولوا لكن ما نجحت هذه يعني للأسف ما نجحت.
ويمكن من حسن حظنا احنا ان احنا نستمر نكون احنا الوحيدين في المنطقه. وكل صراحه هذا السؤال هذا، في عقل مدبر كان يسعى لاخفاء مرسوم الاكاديميه او تعطيل هذه الاكاديميه؟ والله شوف، يعني احنا كنا يعني نستغرب ان ليش لم ترى النور طوال هذه الفترة. طيب بحثتوا بالموضوع قلت مثل ما قلت؟ يعني أنا أعتقد يعني لقيتوا شنو الخلل أو شنو السبب؟ والله شوف، هو بالنهاية هذا في النهاية قرار من الوزير يكون، يعني هو صاحب القرار الوحيد. فإحنا أكيد مطمحنا أن ترى النور بأسرع وقت، واستقلاليتنا نكون بعيد عن مظلة يعني التعليم العالي، نكون إحنا لنا استقلالية. قلت لك شأننا شأن جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، لأنه راح تندرج عليها وايد أمور أخوي خالد، منها المبتعثين، المعاهد، هذا كله خلاص يكون كلها خلاص. أنت راح تصير شأنك شأن الجامعة وشأن التعليم التطبيقي. علاقة عمادة المعهد مع وزارة التعليم العالي علاقة متوترة نقدر نقول عنها. أي عمادة تقصد؟ عمادة المعهد الحالية الآن اللي قبل بشكل عام. شلون تشوفها؟ والله شوف، أنا أعتقد يعني كل إدارة يعني مو فاهمين متطلباتكم، مو فاهمين ان الفن مثل مرات كذا يكون في عقليات. هو اكيد دائما انت تصطدم الموظف الحكومي، يعني هو دائما انت يعني احنا الحاحنا على انه يكون استقلاليتنا واكاديميه الكويت للفنون ان احنا اكاديميه بحته، وكل قراراتنا تكون اكاديميه، حتى شؤوننا الاداريه مرتبطه فيها القرارات الاكاديميه، لان احنا غير منعزلين عن بعض. العلاقه بينكم شلون تصنفها؟ سواء كان خلال وجودك سواء بعدك قبلك، شلون تصنف العلاقه؟ والله احيانا تصطدم بقرارات هم يعني تكون مثلا على سبيل المثال انت تطلب ميزانيه حق مهرجان، ما تجي الموافقه في الوقت المرتبطه الميزانيه بميزانيه الدوله اللي كل سنه اللي شهر 4 نعم، او ان وزاره الماليه، فانت هني ما تقدر يعني تقول انه هو هذا السبب المباشر او هذا يعطل او هذا ما يعطل، لانه ما تدري يعني فعلا هو معذور. هي القرار مرتبط، هي مثل ما تقول حلقة متواصلة مع بعضها البعض. شوف يعني هذا السؤال بطرحه بشكل مباشر. تدري هناك بعض الوزراء ما يكون ملم بكل شيء، فيحط له مثل مجموعة تشرف وترسل له تقرير. هل كان يتم تضليل بعض وزراء التعليم العالي بتقارير عن معهدكم أو عن الأكاديمية؟ سؤالك ملغوم هذا خالد. بس قول. بس أنا راح أجاوبك. الحقيقة شوف، خلني أكون صريح معك إلى أبعد الحدود. أنا أعتقد يعني إحنا ارتباطنا وجودنا تحت مظلة وزارة التعليم العالي ووزير التربية والتعليم العالي، يمكن مؤخرا انفصلت التربية عن التعليم العالي في الوزارة الأخيرة هذه. يعني أنا أجزم، مو يعني أتخيل هذا أن الوزير عنده أولويات أكثر من المعاهد الفنية. لما تكون التربية الأساس، هو أكيد أولوياته راح تكون في التربية. فأنا ما بقول إحنا نكون يعني بعدين ولا، بس ما هي أولوية، لأن إحنا مؤسسة قائمة بذاتها ومستمرين، لأن في لائحة تحكمنا. ولكن يعني أكيد المستشارين اللي حوالين الوزير هم كانوا يضللون بعض المرات. لا أنا ما أقول يضللون، لكن أنا أعتقد اختيار المستشار لازم يكون بالتخصص نفسه. يعني أنا لما أقول اختيار مستشار قانوني حقي أنا في الأمور لازم القانونية، يكون في الأمور القانونية. لما أختار أنا مستشار فني حقي لازم يكون مختص بالأمور الفنية. يعني أنا أفضل يكون كذي يعني. طيب في حال ضم هذا المعهد إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، هل سينزل في الدرجة الأكاديمية من بكالوريوس إلى دبلوم، ولا ما له تأثير عليه؟ أنا أعتقد كدرجة وشهادة أكيد هم راح يحطون لها حل يتم معالجتها. نعم أكيد راح يتم معالجتها. لكن أنا أعتقد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي دراستهم مختلفة تماما عن دراستنا، وأيضا عن جامعة الكويت. على فكرة حاولوا يعني الزملاء اللي قبلنا ينضمون إلى جامعة الكويت ويكون كلية تحت مظلة جامعة الكويت. ولكن المشكلة يا أخوي خالد، إحنا دراستنا كفنية موسيقى ومسرح 80 إلى 85% عملي، 15-10% نظري أو تحريري. يعني المواد 15% هذه مجرد مواد ثقافية وتثقيفية. فلذلك الفرق
هذا أول صدام راح تجده. راح تقول لي في عندهم تعليم التطبيقي في مجالات عملية مثل فني تكييف، فني والنجارة، هذه مختلفة تماما عنه. والدليل على كلامي ترى هم عندهم قسم تصميم داخلي ويخرجون طلبة أو مدرسين ومدرسات حق التربية، لكن القسم هذا محدود، مش يعني مو متوسع فني مثل. طيب. لا طبعا مناهجهم غير، لكن الاسم قد يكون متشابه، تكون بعض المواد يعني مشاركة معاهم يعني متشابهة، لكن احنا مختلفة دراستنا تماما. وايضا في نقطة مهمة لازم نذكرها، التعليم التطبيقي او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عندهم الانفصال، يعني الطلبة بروح والطالبات بروح. نعم. احنا ما تقدر تفصل، واذا فكرت انك انت تفصل لابد يكون في ميزانية حق، كأنك انت كأن المعهدين هذول قبل أن نستحدث بالاكاديمية المعاهد السينما اللي ذكرتها والدراما، المعهدين هذول يصيرون 4: معهد عالي الفنون المسرحية للشباب للبنات، موسيقى للشباب والبنات. فانا اعتقد صعب انك انت ممتاز تحقق هذا الامر. خريج المعهد، طالب خريج المعهد في حال رغبته في التوظف في وزارات حكومية أو جهات حكومية، هل يعاني من المسمى الوظيفي؟ والله شوف، المسمى الوظيفي أنا أعتقد أن المسميات في الدولة كلها يعني كدرجة، البكالوريوس يأخذ الدرجة الرابعة. هذه الدرجة المسمى الوظيفي يكون مثلا باحث فني، شنو المسمى؟ هو بداية بالوزارات العادية باحث فني يعني أنا حتى لما اشتغل في وزارة التعليم العالي بداية يعني بداية تخرجي وهذا باحث فني، حطوك باحث فني، هو مسماك باحث فني الأمانة. يعني مثل المحاسب يسمونه محاسب مبتدئ أول، فأنت باحث فني. لكن إذا اتجهت إلى وزارة الإعلام الجانب العملي اللي فيها، لا هني عاد تصنف مخرج أول، مساعد مخرج، منتج بس بالإنتاج، مهندس ديكور، مساعد مهندس ديكور، مساعد، يعني مسميات خاصة في وزارة الإعلام. لكن هذه المسميات أيضا من ديوان الخدمة المدنية، يعني ما يقدر. ما كان لكم تدخل فيها أو اقتراحات معينة لهذه المسميات؟ والله احنا اكيد دائما نقترح، والدليل على كلامي ترى على فكره احنا حتى خريجيننا ممكن في السلك العسكري يدشون يعني كضباط اختصاص في الجيش والشرطه والمطافي ايضا. والدليل على كلامي معظم خريجيننا في منهم ضباط نعم، وماسكين العلاقات العامه في وزارات عده. طيب في من يتهم المعهد من تخريجه لكوكبه من الفنانين والعمالقه، يعني الفنانين، الى مصنع لمشاهير السوشيال ميديا، تحول من فن إلى. أنا أعتقد شوف، يعني أنا بحكم فترتي اللي أنا موجود فيها، يعني مثل ما قلت لك خلنا أقول لك من بداية أني أنا أدرس في المعهد العالي للمسرحية إلى هذه اللحظة ما وجدت طالب يتجه للسوشيال ميديا. اللي بالسوشيال ميديا هم اللي يتجهون عندنا في المعهد وينتسبون كطلبة. وتقبلونهم؟ أنا ما لي علاقة فيه، هو إنه لا يعني يكون مطابق للشروط، في شروط معينة. إذا اجتاز اختبار القدرات في شتى الأقسام العلمية اللي موجودة في المعهد، يعني في اختبارات وفي لجان قبول طبعا وفي عهدي أيضا أنا وضعت أسبوع دورة يعني ميدانية لكل المنتسبين علشان يعرف مستواه هو يقدر يستمر. لأن ترى في كثير من الناس كانوا يدشون المعهد أخوي خالد بس لمجرد أنه يأخذ بكالوريوس، يعني عشان يعدل الوضع الوظيفي، لا أكثر ولا أقل. لا تدري هو من الثانوية السابعة سهل يعني الدراسة عندكم في المعهد يكون. شوف أنا دائما أقول العلوم الإنسانية هي أصعب دراسة في الكون، يعني في الدنيا. تقول الرياضيات يعني ما كنت طالب، يعني كنت خلاص المعهد ماخذ كل وقتك؟ طبيعة الحال أكيد، بروفات، اختبارات، أيضا حتى الجانب العملي، الجانب لما الممارسة، أنت لما تروح تصور في مسلسل هذا ياخذ، لما تشتغل في مسرحية أنت قاعد تاخذ بروفات. يعني فعلا هو قد يكون بيتك الأول مو الثاني المعهد العالي الأمانة. الحين بلشت مجال الاتهامات شوية. تفضل. يقول لك أنا أيضا المهرجانات التي قمتها والعربية الخليجية العالمية هي مجرد هدر المال العام. هنا كمان يقول لك هذه مجرد هدر المال العام، يعني بلا عائد حقيقي على الطلبة والمعهد. بالعكس، والدليل على كلامي أنا في يوم من الأيام اتصل فيني أحد، طبعا كل التقدير وكل الاحترام،
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سألني عن منو أيامها كان الله يذكر اليوحى، الأستاذ علي اليوحى، نعم. وجه له تحية. قال كم تقريبا تكلفة مهرجانكم؟ فلما قلت له التكلفة يعني انصدم بهذه التكلفة القليلة. احنا تكلفتنا قليلة ترى، ما تتجاوز كثر يعني ما تتجاوز يعني. شوف طبعا انا اكلمك، احنا الجميل في مجالنا او في مؤسستنا اخوي خالد، نعم. ان ما في امور ماليه مباشره، نعم. عند العميد ولا عند الاداره. احنا متطلباتنا نطلبها عن طريق الوزاره، طيب. وتاخذ موافقاتها. احنا طبعا شوف اذا الضيوف مسؤول عنهم احنا نحدد ضيوفنا، وزاره الماليه هي اللي تحدد لهم. نعم. شأن تذاكر السكن، قانون الدوله. نعم. نعم. القانون المتبع له. طيب. لكن احنا كانوا يعطون حق كل فرقه تشارك. على سبيل المثال مثلا اذا مصر مثلا في معهد العالي للفنون المسرحيه يعطونا مثل ما يعطون حق طلبتنا 2000 دينار اللي هي حق الديكور. الفرقه كامله هذا علشان يجهز ديكور ازياء. ما تتجاوز ال 2000 دينار بحكم القانون. احنا عندنا هذا. دكتور فهد يقول انك رجل صدامي في قراراتك، خصوصا مع انا ماني صدامي بقدر ما اني انا احب اطبق القانون. والقانون تطبيقه يزعل وايد ناس، انت عارف خالد. يعني احيانا لكن وحط تحتها يعني 1000 خط. الامور الانسانيه ترجع دائما الى البحث والتأني في اتخاذ القرار، ولكن ايضا احرص على اني انا ما اتخذ اي قرار الا بسند من مجلس الاداره، علشان اني انا لما اكون في هذا القرار قد أسند وأخذت رأي وجعلنا شورى فيما بينكم. أزعجت ناس وايد خلال قراراتك؟ طبيعة الحال. أزعجت ناس. طبيعة الحال. أقصيت من يخالفك فكريا؟ أنا ديمقراطي إلى فوق ما تتصور. ولا أفكر أني أقصي بقدر ما أني أنا أواجه بالأدلة والحجج الدامغة. يعني أنت تجاوزت في اللوائح في هذا، أنا أجيب لك اللي أنت تجاوزت فيه وأواجهك فيه، وأحولك حق الجهة المختصة بكل أريحية وقانون. أحفظ نفسي، أحفظ حقي وحق المؤسسة. لكن أنا مصلحة المؤسسة والكويت فوق كل شيء. طيب. بعين الاعتبار أنا ماخذها. السؤال اللي بختم فيها المحطة عشان ننتقل لمحطتنا الثانية، لو عاد بك الزمان للوراء هل ستقبل بمنصب عميد المعهد مرة أخرى؟ الحقيقة بعد اللي شفته أخذته من معارك وتجارب والله شوف، دائما يقولون لا تكن رأس في الرأس شديد الأذى. يعني لا تكون في المقدمة، أنت دائما في الصدارة، فلا بد أنك تتحمل. فأنا أعتقد أنا تحملت علشان بيتي. قلت لك الأول مو الثاني، أني أنا سعيد لما وصلت إليه، بل على العكس لو عاد بي الزمن نعم ستقبل. لا قبلتها مرة ومرتين وثلاثة، لأن أنا أعتقد في فترتي كانت فترة مميزة، وأنا ما أحب أتكلم عنها، الناس يتكلمون عنها، هو الأفضل. ممتاز. راح ننتقل أنا وياك دكتور فهد على الشاشة مجموعة من الصور، شوف كل صورة وناخذ تعليقك فيما يتناسب مع كل صورة من موضوع. تفضل. يقولك هذه الصورة تعبر عن المسرح، يقولك من المسؤول عن اغتيال الفرحة في الكويت من خلال العروض المسرحية وقلتها وغيرها؟ بالعكس، يعني هذا المسرح أنا أعتقد مصورينه هو فاضي. نعم. يعني تمهيدا لعمل ما، أو يمكن يكون هي كانت توحي إلى مهجور، يعني مسرح مهجور. أنا أعتقد إحنا المسرح الآن ما زال حي بخير، واللي ماسكين عيالنا عيال المعهد. وأنا على رأسهم أوجه له تحية ولدي محمد راشد الحملي. نعم. العراب أنا مسميه. نعم. عراب المسرح الحديث. الفن رفاهية يمكن الاستغناء عنها أوقات الأزمات؟ ما أعتقد، لأن إحنا بحاجة إلى أنك تطلع الإنسان من حالة إلى حالة، من حالة اليأس إلى حالة الفرح. والمسرح هو حالة جميلة، حالة فرجوية. يعني مو رفاهية بكل ما تحمل هذه الكلمة، بس يمكن الاستغناء عنها. أنا أعتقد لا، لأن هي ثقافة شعوب هذه. والمسرح بالتحديد ترى رفع من قيمة شعوب. نعم. ونزل أيضا من قيمة شعوب. زمن العمالقة هل انتهى هذا الزمن؟ والمعهد قادر على ولادة مثل هؤلاء؟ أمامنا صورة للعملاقين طبعا، الراحل عبد الحسين عبد الرضا
عضيدة، سعد الفرج. انا اعتقد ما حد يقدر ينسى هذول الاثنين، والدليل على كلامي انا خليت اساميهم في المعهد، وما زالوا هم الاثنان في كل اختبار وتذكر اساميهم في جداول الاختبارات، الاختبار في قاعة عبد الحسين عبد الرضا أو في قاعة سعد الفرج. وأنا أصريت لما سميت القاعات مو بس في أساميهم العمالقة هذين، أيضا النفيسي، أيضا المفيدي، أيضا غانم الصالح، وحرصت أن يكونوا القاعتين أيضا يم بعض، ما فرقتهم عن بعض حتى بالقاعات. طيب لو نقول لك منو خليفة الاثنين هذول في هذا الزمن؟ ما في أحد يخلف أحد، حتى ولدك ما يخلفك ترى في الحياة، لكن قد يكون مكمل لهذه المسيرة. نعم أنا أعتقد يعني بعد هالجيل هذا أقدر أقول لك جيل طارق، داود، هذا يعني ككوميديا. نعم. لكن كتراجيديا في عندك جمال الردهان، عندك فيصل العميري، عندك يعني ثلة ما يعني ثلة بالأسامي ما بينسى منهم عشان لا أحد يزعل. هذه صورة للملحن الراحل راشد خضر، شنو تصف هذا الرجل في جملة؟ عبقري في زمانه وسابق عصره. أغنية ما زالت محفورة في أو مستمرة في وجداننا، ما زلنا ما زالت تردد حتى يومنا هذا في جيل نحن ما زلنا حافظينها وما زلنا نسمعها كأن أول مرة نسمعها. نعم. صورة الفنان عبد الله رويشد، صفه بجملة. عشقي أبو خالد، عشق كل الكويتيين، وأحد رموز الكويت الفنية، عسى الله يقومه بالسلامة ويفك عوقه. في موقف شخصي بينك وبينه؟ الحقيقة أنا تشرفت في يوم من الأيام بتكليفي من قبل وزارة النفط بعمل أوبريت لهم، وكان أيضا بمشاركة عبد الله رويشد والحان أنور عبد الله أستاذي وحبيبي وأخوي أبو عبد الله. حسن بلام، صفه في جملة. حسن أنا كنت رئيس أول بعثة علمية من الطلبة في عام أعتقد 93-94، وكان هو أحد الطلبة اللي أنا رحت معهم الوفد، وكان كانت وين؟ كان اليونان. نعم. فكانت أول مهمة وآخر مهمة، لأن اللي كانوا معاي من أصعب الطلبة، منهم حسن، كوميديا شغالين 24 ساعة، مشاكل بنجرى بينهم من بعض. شوف محمد دحام كان معي، سعيد الفندي اللي كان وكيل بالإذاعة، عبد الكريم الحربي اللي موجود في المجلس الوطني للثقافة والآداب، من ضمنهم حسن. كان حسن كنتوا رايحين شو تسوون باليونان، مهرجان عندكم ولا؟ لا مهمة علمية كانوا يعني الوزارة ارتأت في تلك الفترة أن يأخذون المتميزين يودونهم مهمة علمية للاطلاع على المعاهد العليا اللي طبعا احنا بحكم دراستنا ومناهجنا مرتبطة في الأدب اليوناني والروماني. نعم. فاخترنا اليونان أو اختاروا اليونان، والحسن حظي أنه كان رئيس الوفد وقتها الدكتور محمد مبارك بلال، اعتذر وحطوا استاذ دخيل الوكيل ماله واعتذر، صار وكلفت انا وقتها برئاسة الوفد، والحمد لله توفقنا في هذه الفترة. ايضا عبد العزيز النصار، صفه في جملة، شنو تشوف فيه؟ عزوز واحد من عيالي. طبعا انا تربطني علاقة في درس عندك، انا مدرسه 4 سنوات يمكن. عزوز وعبد الله اخوه 3 سنوات، وابوه صديقي. نعم. خاله ايضا صديق غافل فاضل المخرج العزيز، خاله استاذي فاضل. نعم. غافل فاضل. وعمه هاني النصار زميل عندنا ايضا فلانه. لكن عزيز انا اسمي عزوز لان ولدي واحد من عيالي اللي انا يعني افتخر فيهم. نعم. اللي موجودين حاليا في الساحه الفنيه ولهم اسم ولهم بصمه، حتى ترى تحس ان عنده موهبه وعنده كاريزما، زائد ان الكاريزما ماته وموهبته يعني تحس انها اكاديميه يعني مهذبه. ها. نعم. دكتور نبيل فليتشاوي، ابو حمد، هذا صفه في جمله، اخوي العود. نعم. ابو حمد اخوي العود. اول فرصه اخذتها انا كاخراج لما كان هو رئيس اتحاد المسارح، كان. نعم. في وقتها رئاسة اتحاد المسارح يتداولونها الرئاسة بينهم رؤساء المسارح، كان هو رئيس الاتحاد وقتها. وفي 2003 أنا كنت توني حاصل على الماجستير، ورحت أبو ظبي مثلت الكويت في مسرحية اسمها أبيض وأسود، كانت من تأليف محمد رشود، وهو تحت رعاية الاتحاد. كانت قاعد يسعى للحفاظ على الكيان الفني في الكويت وتطويره. والله أبو حمد يعني الله يعطيه العافية. يعني أنا أقول له دائما تسابقون إحنا اللاحقون في الحروب اللي يواجهها، لكن. نعم. في النهاية واجه حروب أكيد، لكن ما يصح إلا الصحيح. نعم.
أيضا هذا الدكتور سامح مهران أتوقع نقيب الفنانين. لا سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون في مصر، رئيس أكاديمية الفنون، وحاليا هو يعتبر وكان هناك توأمة بين الكويت وبين القاهرة في وجودكم. نعم. ملخص هذه التوأمة وأهميتها الحقيقة طبعا وين ودتنا قلتنا لوين؟ يعني الأمانة يأسفني أقول لك هذه هم نفس الأكاديمية لم ترى النور، يعني تأخرت التوأمة. نعم بحكم أنه هو خلص فترته في نفس الفترة اللي أنا خلصت فيها فترة عمادتي. طيب واللي جو عقب ألغوها ولا؟ لا لم تلغى، إلى الآن موجودة، لكن طيب. لم يهتمون فيها لإحيائها، يعني ما حتى فعلوها. يأسفني أقول هذا الكلام، لكن هذا الواقع. ولا إحنا كان بالتوأمة أنت ممكن طالب سنة ثانية أو سنة ثالثة عندنا في المعهد لأي ظرف كان تروح تنتقل إلى مصر، تروح من غير لا تعادل شهادتك وتدخل وتداوم عندهم في نفس المرحلة سنة ثالثة. بس ما تمت. والعكس صحيح نفس الشيء ما تمت. يعني هذا جزء من الاتفاقية. في اتفاقيات أخرى أن احنا مبتعثين يروحون، وأيضا عروض. نعم عروض، نعم وتبادل. طيب. لكن للأسف هذه صورة الفنانة والأستاذة الناقدة ليلى أحمد، شنو تصفها بجملة؟ أختي العزيزة، ومعروف أنها جريئة، أختي العزيزة النحلة أم أحمد، ودائما يعني كان لها دور كبير ودعمنا منذ، طبعا هي خريجة المعهد قسم النقد والأدب. نعم. لكن زاملتها؟ لا للأسف. أنا كنت يعني دخلت بسنة أولى، هي أعتقد كانت في آخر سنة لها في سنة رابعة، لكن كزميلة في الساحة هي كثير من الناس اللي دعموا المعهد وطلبة المعهد الأمانة. ممتاز. سبب تسميتها من نحلة؟ أنا دائما أسمع النحلة. هي كانت يعني مسميها نفس لأن كان عندها لسعات تلسع في الجريدة. اللسعة كانت غير مباشرة لكن تعني نعم تعني ناس معينين. يعني. نعم. هذه خريطة فنية لدول الخليج. الكويت كانت منارة الفن في هذه الدول. أين نحن اليوم في هذه الخريطة فنيا؟ طبعا ما زلنا نتصدر، ما زلنا ونتسيد. والدليل على كلامي دكتور يعني أنا يمكن ناس ما نبي تحيز، لا والله ما فيها تحيز. والدليل على كلامي أن الآن في هذه الدول حتى من يقومون بتدريب وإعطاء دورات منهم. وين حسن البلام؟ وين خالد أمين؟ ممتاز. الأسامي هذه أنا جزء من اللي ذكرته، وفي قطر يروحون يدربون، وفي عمان، وفي نعم. هني عندكم مشكلة صارت في قضية أو في قصة تعيين أعضاء هيئة تدريس 13 شخص. نبي نعرف شنو المشكلة اللي واجهتهم تقريبا في عام 2011. صحيح. وهم ما حصلوا على حقوقهم الأكاديمية. دكتور شنو المشكلة بالضبط؟ بداية المشكلة شنو صار؟ والله شوف، أنا أعتقد ذكرت لك في بداية المقابلة المعهد يعني كان مغلق وما زال. على فكرة ما زال. يعني احنا حاليا أنا أكلمك حاليا في الوقت الراهن مغلق بمعنى ما في تعيينات وعندنا نقص منذ زمن. طيب. واللي يروح مو قاعد يتعوض بغيره. حتى يمكن على أيامي يمكن عقبي أنا ما أدري إذا كانوا ما في حتى عقد. يمكن أنا آخر عهد عميد العمداء اللي رحنا نتعاقد مع ضهي التدريس جدد. طيب هذه مشكلة 13 شخص في 2011 شو المشكلة؟ لما قلت لك أنا مسألة المعيدين كانت ملغية وواقفة، وما في عندنا أعضاء هيئة تدريس كفاية، وأيضا المعهد بحاجة إلى ضخ دماء جديدة. ارتأيت بأني أنا أفتح المجال وأعطي فرصة لأبناء المعهد. طيب. ولما فتحت هذه الفرصة نزلنا إعلان رسمي، يعني بشكل قانوني ورسمي ماشيين بإجراءات سليمة يعني. بالاتفاق مع أنا منه مسؤول المباشر لائحيا كعميد الوزير مباشرة. طيب. هو رئيس مجلس الإدارة وأنا نائب رئيس مجلس الإدارة كما تنص اللوائح. ممتاز. فطلبت من الوزير من خلال اجتماعنا مع الأقسام العلمية وحاجتهم إلى أعضاء هيئة تدريس، اتفقنا على أن احنا ننزل إعلان، ونزلنا إعلان. لكن المواجهة والصدام أن في بعض يمكن كان هو رئيس قسم واحد اللي كان معارض، ومثل ما يقولون سحب هذا المعارضة مالته على
يعني حاول يأثر على الأقسام الثانية، لكن إحنا كنا قد قطعنا شوط ونزلنا الإعلان. ممتاز. وتقدموا ايش كثر العدد تقدموا تقريبا فوق 39. ممتاز. بالأربعينات تقريبا. وصفيتوا على 13 شخص. على 12 بالتحديد. طبعا كلهم دكاترة أكاديميين. كلهم طبعا. احنا لما نزلنا اعلان ما هو مختصر على الدكاتره، احنا كنا نبي ماجستير ودكتوراه. ممتاز. عرفت شو؟ لان قلت لك المعيدين كان خلاص، لان ايضا لازم انوه على نقطه اخوي خالد. المعيد لازم يكون ما مضى على تخرجه اكثر من عامين، ولازم يكون جايب تقدير. فاكثر حتى لو ابطلب معيدين لازم يكون في استثناء للعمر وايضا للمده. نعم. فانا علشان اتجاوز هذه المساله كان هناك بعض الخريجين الذين لم يحالفهم الحظ في التقديم وقبولهم كمعيدين. نعم. راحوا ودرسوا على حسابهم. اي تستمر هذه شانت. والمصيبه والكارثه ان درسوا في نفس الجامعات اللي مبتعثين ندرسوا فيها، اللي هم عارضوا على تعيينهم بعدين. ان ليش انت معين هذيله رغم ان هذيله متخرجين من نفس الجامعه، وهذا كرسيه يم كرسي هذا، ونفس الاستاذ ونفس الكليه ونفس المنهج. ممتاز. لكن انا طبعا زين نرجع لموضوعنا. قبلتوا 13 قبلناهم بعد اختبارات وبعد لجان. نعم لجان. طيب. وفي مقررين تعينوا رسميا. تعينوا رسميا. شنو مشكلة معيل في حقوقهم الأكاديمية؟ ما في مشكله. انا قلت لك المشكله ان انا بعد ما مشيت بعد ما خلصت فترة عمادتي أنا فوجئت أن في بعضهم لم يعطوا جداول، في بعضهم لم يدخلونهم الأقسام أركنوهم يعني رغم أركنوهم نعم. رغم ليش دكتور؟ بتجاوب على السؤال هذا ليش؟ والله شوف أنا يعني الأمانة جواب مباشر ما عندي. يعني أنا ما أشوف في أي سبب يمنع أنهم هذول يدرسون أو ليش ما يدخلونهم الأقسام العلمية، لأن مثل ما قلت لكم أصحاب تخصص. حتى لما صارت مشكلة في عهدي على تعيينهم، ورحت أنا قابلت المسؤولين علشان نوضح وجهة النظر. وين وصلتوا؟ ايش قال لك؟ شنو رده؟ رئيس ديوان الخدمة المدنية بكبرى دخلنا عليه قال ما في أي شائبة على تعيينهم. يعني زين. تعيينهم قانوني 100%. من اللي معطلهم؟ وصرح أنا ذاك وقتها في الصحف. من اللي معطلهم؟ قلت لك أنا المشكلة أنا اللي وصلنا يعني إنهم ماخذين حقوقهم الأكاديمية يعني وتعرقل هم مسيرة عملهم. شوف أنا أكون يعني لائحيا معاك. المسؤول عن تسكينهم في جداول داخل الأقسام العلمية هو رئيس القسم العلمي. طيب ليش رافضهم؟ السؤال يوجه له. أنت ما بعثت فيها قلت رحت حق المسؤولين. أنا قلت لك أنا بعد ما مشيت. إيه زين بعد ما مشيت. لا أنا كعميد أي أنا ألزم، لأن اللائحة تلزمني إن أنا أدخلهم الأقسام العلمية. زين العمدات اللي بعدك ليش يعني ما حلوا مشكلتهم ما دخل؟ المشكلة قلت لك أنا ما يعني شنو اللي بينه وبينهم يعني ما أقدر أقول لك في شيء شخصي بينهم. لا أتهم هذا ولا أتهم ذاك، لكن أنا علميا أكاديميا لا يوجد ما يمنع أنهم يدخلون الأقسام العلمية ويأخذون حقوقهم كاملة. زين كانت بناء على محاصصة مثلا أو ترضيات التعيينات هذه 13 ولا كان وفق شروط؟ الحمد لله وفضل من رب العالمين أن لما نزلنا الإعلان كان عن طريق وزارة التعليم العالي، وكان عن طريق موقع التعليم العالي هم اللي صمموه وهم اللي حطوه، واللجنة كانت بمشاركة من التعليم العالي وأيضا من أعضاء التدريس اللي في المعهد. وتقدم تقولي ليش سوي كذي؟ علشان أمنع مسألة الإحراج والواسطة وفلان وش حقه. زين 13 هذول فيهم تقاعدوا دكتور وما أخذوا يعني ترى فرصتهم أو ما أخذوا ترى دورهم. والله المشكلة أنا توني سمعت إن يعني هالسنة واحد منهم تقاعد، لكن في واحد تقاعد طبي قبل سنتين تقريبا. بس هذول لكن مصيرهم وين بيصير؟ مصير الباقي ال11 الباقين وين؟ المفروض ان هم يدشون الاقسام العلميه. انا وليش ما يدشون؟ لا حيا قانونا لازم يدشون. يعني ما في ما يمنع. شنو اللي معطلهم وموقفهم؟ قلت لك هو القرار بالنهايه قرار رئيس القسم العلمي، وليس القسم مستبعدهم. ليش يعني السؤال هذا يساله هو في السؤال رئيس القسم العلمي. طيب هل المبنى هذا هل يليق بتاريخ الكويت الفني ام انه يعني متهالك ويحتاج الى إعادة الترميم وبناء؟ والله شوف خلنا أقول لك شغلة على المبنى أخوي خالد. منذ انتسابي للمعهد العالي في المسرحي عام 1987
وكنا نسأل. كان معهدنا في الشامية بجانب وزارة الداخلية القديمة، وكان المسرح مشترك بيننا وبينهم، بيننا وبين وزارة الداخلية. تتكلم. اي نعم. فكنا نتساءل احنا كطلبة متى يكون عندنا مبنى خاص فينا. ممتاز. فكانوا يقول لنا بعد عامين. وهذه ليش انا ذكرت العامين صاروا ايش كثر؟ العامين هذه لين صرت انا وكيل وصرت عميد وكنت حضر في وزارة الاشغال علشان مبنى العماد، مبنى اسف المعهد، كانوا يقولون بعد عامين. حتى يوم انا ابتسمت وضحكت. سالتني رئيسة المجلس قالت ليش تضحك دكتور؟ قلت لها لان ممكن طالب كانوا يقول بعد عامين ولا العامين ما خلصوا. الحقيقه المعهد هذا متى او هذا متى تم افتتاحه؟ هذا المعهد احنا اخذناه عقب التحرير. مدرسه على اساس انها مؤقته. وبعدين كان في اعتقد لما كان في خطة خمسية للدولة وكانت في وزارة التنمية، أعتقد كان الشيخ أحمد الفهد وهو وزير التنمية في تلك الفترة. وأيضا ذكر في يعني من ضمن الخطة الخمسية كانت لنا معهد ولنا حددوا لكم أرض، لنا أرض خصصوها لنا في مشرف من قبل. الأرض مالتنا هذه موجودة، الأرض موجودة ولا استغلوا؟ لا كانوا طاقين فيها أساس من قبل الغزو على فكرة. طيب. لكن بعد ما صار الغزو تأخرت المسألة، لكن الأرض موجودة حسب ما نعرف إنها موجودة. وما سعيت خلال عماتك إنه لا سعينا وحضرنا اجتماعات. وأيضا أنا أقول لك دار القلاف الاستشارات صمم يعني. وخذ أعتقد حاصل. ممتاز. نعم كل شيء يعني الموافقة زين. وبعدها ما تم تنفيذ. بعد فترة عماتي أنا ما أدري شو صار الأمانة، لكن أنا لحد آخر يوم في فترة عماتي أنا كنت أجتمع معهم مع وزارة الأشغال، وكنت أحرص على أن يكون لنا المبلغ. هل معهد العالي للفنون المسرحية يخرج ممثلين أم مسرحيين؟ ونبي الفرق بين الممثل وبين المسرحي. والله ما مرتبطين ببعض يعني. هو التمثيل المسرحي، تمثيل قسم التمثيل والإخراج المسرحي الدرامي، ويفرق عن الممثل. لا هي شوف الدراما هو مسمى لنوع من انواع عفوا التلفزيوني والاذاعي. اكيد طبعا الدراما التلفزيون. شوف انا سمعته والمعلومه هذه يمكن صحيح لها، يقول من اصعب الفنون هو فن المسرح يعني للفنان نفسه، لذلك يسمى المسرح ابو الفنون. ابو الفنون. فاذا قدر يثبت موهبته وجدارته في المسرح فالامور الثانيه سهالات بالنسبه. طبيعه الحال صحيح نعم 100%. والمعلومه اللي واصلتك نعم هي لان فعلا المسرح هو ابو الفنون. ومن خلاله انت تدخل مثل ما يقول الولوج إلى الفنون الأخرى. طيب. فما في فرق بين الممثل والمسرحي، لأنه هو الممثل المسرحي، لكن تقدر تقول الممثل الموهوب والممثل الأكاديمي. نعم في فرق بينهم طبعا أكيد. من يتفوق على الثاني؟ احنا قلنا في بداية حديثنا الموهبة تحتاج إلى صقر أكاديمي. طيب. لكن الموهبة وراح أثبت لك بالدليل والبرهان أن هناك ممثلين كانوا نجوم على الساحة ولهم أساميهم، دخلوا المعهد العالي للفنون المسرحية ورسبوا على سنة وسنتين اسقطوا. اي نعم. بس لا تقول لي الاسامي لان ما ودي اقول لك لا اقول لك بعدين عقب اللقاء. الطالب المسرحي سواء في وجودك في المعهد او ما خرجت، هل يقرأ اقل مما يجب ويطلع اقل مما يجب؟ شوف الامانه انا يعني انصدمت في الفتره الاخيره من خلال التزام معظم الطلبة بالمناهج. تقول لي شلون خالد يعني هو ما يمشي على المنهج والأستاذ شنو دوره؟ المشكلة أنا أستاذ عندي منهج وأعطيه حق الطالب، لازم يدش من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، لازم أنا أزرع الحقل المعرفي اللي أنا أبي في هذا الولد في ذهنه وفي ذاكرته. أيامي أنا كنت أمنع مشاركة الطالب في المهرجانات والاحتكاك المباشر. لازم يكون طالب من سنة ثالثة ورابعة على أساس أقول، لكن من أولى وثانية أنت في فترة التأسيس. نعم. أنا قاعد أسسك. وإحنا دائما حتى الكلمة والجملة اللي قالوا لنا إياها قبل أساتذتنا الأولين اللي درسونا، إيش قالوا لكم؟ الطالب بسنة أولى وثانية يعني تشكل بيدك مثل ما أنت تبي. لازم تشكله. نعم. بالأسلوب مالك عشان تعوده وتحببه في المكان. فهو بعض المرات على سبيل المثال تجد طالب مشارك بحكم أنه عضو في إحدى المسارح الأهلية اللي ذكرتها لك، ويشارك في مهرجان محلي كمخرج،
مادة الإخراج عندنا في المعهد ما يأخذها إلا بسنة ثالثة. ممتاز. فهني شلون أنت تعطيه وضع أنه هو مخرج وتعطيه بوزيشن فوق نعم. فوق مستوى. فهني طبعا الخبرة تلعب دور بصراحة. طيب الرقابة قتلت الجرأة في المسرح. الرقابة شوف لا طالب حكم، أنا ترى كنت بعد أيضا في يوم من الأيام بالرقابة ورئيس رقابة. لا طالما أنك أنت تلتزم بالمحاذير الرقابية فأنت قاعد تنقذ يعني مجتمع كامل. نعم. أنت هذا المجتمع أمانة في عنقك يعني. نعم. فأنا لابد إني أكون أمين وحريص على أبنائي وعيالي أهلي كلهم المجتمع. فأنا ما أقدر أفوت شاردة. ودليل على كلامي في يوم من الأيام إحنا وقفنا في مسرحيات وقفتوها. أنا شخصيا كنت في الرقابة وقفت في مسرحيات ووقفت أيضا حتى في كم مسرحية وقفت؟ تقريبا يعني 3 إلى 4 مسرحيات. ولكن يعني أوقفها بالملاحظات يعدل ويستمر. بس لكن أنا ما عندي صلاحية كرقيب، لأن أنا صلاحيتي تنتهي في اليوم الجنرال اللي حضره وأجيز إن هذا نفس اللي مطابق حق الإجازة مالته، أو هناك فريق عمل آخر هو المسؤول عن يوقف ولا لا يوقف. أنا بس أكتب تقرير فقط. يعني منهك العمل الرقابي طبعا. أمانة. المسرح الكويتي ما زال يعبر عن المجتمع بشكله الحقيقي أم خرج عن المألوف؟ شوف خالد أكون صريح معك. قبل إحنا المسرح نوعين أو جزئين، مسرح كبار مسرح صغار. في 2008 2009 ظهر عندنا مسرح أنا سميته وقتها مسرح التينيجر، مسرح المراهقين الحقيقة. كان أيامها طالب عندي نواف القطان اللي هو الإعلامي ووجه له تحية المذيع. نعم. كان أحد أبطال المسرحية أنا حضرتها، وكانوا يعتمدون اعتماد كلي على مسألة أو تكنيك يسمونه البلاي باك. اللي هو التسجيل ويسوون الليبسينج. فهذا ما هو مسرح. لكن هم كان الاستعراض فيه وهو السائد. كان بداية اللي قاعد نشوفه الحين تنوع المسرح. لأن أرجع مرة ثانية أقول كل زمان دولة ورجال. تنوع الأفضل الأسوأ التنوع هذا؟ لا ما هو هذا مسرح خاص وطابع لهم هم بس حق الجيل، يمثل الجيل هذا. لكن ما يمثل جيلنا ولا يمثل المسرح الكويتي الأصيل. ولا نقدر انه نقول مو أصيل علشان لا يقولون أبو حمد قاعد يتصيد علينا. لكن هو لا يشبه للمسرح الحقيقي. في مشاهير خذيت بيدهم وساعدتهم وصلوا للنجومية حاليا؟ والله كثير أبناء الطلبة وايد. في أسامي معينة تذكرهم؟ والله أنا ما بي أقول علشان لا يعني، لكن وايد يعني كل اللي موجودين كلهم هذا العيال. تبي منو؟ تبي علي كاكولي، تبي حمد أشكناني، تبي خالد مظفر. في يوم من الأيام أنا قلت شفته كنت أنا أحد رؤساء لجان التحكيم في مهرجان الشباب، كان عمره الولد يمكن 16 أو 17. فقلت لهم حطوا عينكم على هذا الولد راح يكون نجم في يوم من الأيام. درس أكاديميا؟ لا ما درس في المعهد. لا لكن هو ناجح في من تنكر لهذا الجميل والوقفة. أنا والله في النهاية ما يهمني، لأن أنا دوري في الحياة أني أنا أحمل رسالة إنسانية، ألا وهي رسالة التعليم، وأنا اخترتها. فأنا أخرج أجيال وأدعم أجيال، والحمد لله فضل من رب العالمين أن أنا يعني يمكن 17 إلى 19 مشروع تخرج أنا خرجت بطلبتي في المعهد. نعم. وأفتخر في هذا الأمر. أنا أدرس في سنة أولى تأسيس وأيضا أخرج. ما زلت الحمد لله. الفن الكويتي عالم التقشف ماديا في الانتاج ما أعتقد. أنا أشوف الحين ما شاء الله تذاكر شعلة وايد يعني بالعلالي. أسعار مبالغ فيها تشوفها؟ أنا أشوفها في بعض الأعمال نعم مبالغ فيها يعني. ولكن أنا يعني لما أقعد مع المنتجين عيالي الشباب اللي موجودين
فنانين تقصد؟ منتجين. محمد الحميلي على سبيل المثال منتجين. يعني محمد فنان ومنتج وهو اللي شايل على عاتقه الأمانة المسرح الحديث. وقلت لك أنا مسميه عراب المسرح الشباب الحديث. ولا أنا طبعا عيالي الثانيين عزوز النصار أيضا منتج، مبارك المانع أيضا منتج، كلهم عيالي الله يحفظهم إن شاء الله. التكلفة المالية أصبحت كبيرة عليهم لما يأجر مكان ويدفع مبلغ وقدر علشان المكان وعلشان هذا. احنا بحاجة إلى مسارح مدعومة بالدولة طبعا بطبيعة الحال. يعني آن الأوان اللي يكون في مسارح تستوعب هالناس هذول كلهم وهالأعمال هذه كلها، الفنون هذه الأمانة. كرسي العمادة كان وجاهه أم كرسي متاعب؟ والله يعتمد على الشخص. لا عليك أنت، أنا السؤال لك. أنا بالنسبة لي تكليف ما هو تشريف. كان متاعب؟ متاعب لابد. قلت لك أنا أي مسؤولية وراها متاعب، ولكن الحمد لله أنا كنت سعيد بهذه المتاعب، لأني أنا كنت قاعد أعيد وأأسس وأبني لجيل، وهذا نجحت فيه ولله الحمد والفضل والمنة. الثغرة اللي طلعت فيها شنو بعد هذا اللي بصمتي موجودة في كل مكان. ما زال. يعني كل ما تلتفت في المعهد راح يقول لك هذه بصمة فهد السليم، وأنا أتحدى ما هو غرور، هو تواضع مني، لكن كل إنسان يتعب لازم يقولوا له مشكور. زين دكتور، من عمادة إلى يعني دكتور أو أكاديمي على فكرة، بس أنا يعني خلاص كان. لا أنا بوضح نقطة أخوي خالد. العمادة وغيرها من المناصب الأكاديمية حتى إن كانت في الجامعة ولا في التعليم التطبيقي وفي أي دولة في العالم، هو منصب إشرافي لا أكثر ولا أقل، وتحدد اللائحة اللي منظمة للجامعة أو للتعليم التطبيقي أو عندنا. فليش إن أنا قبل ترى شأن الوزير اللي بعد ما يخلص فترته يستفيدون من علمه لما يكون أستاذ دكتور في الجامعة يرجع مرة ثانية يدرس. بس في ناس ما تقبل خلاص عاد هذا أمر يعني بديهي. يعني كنت وزير وعلى رأس الهرم الآن. والله أنا لو كنت وقتها يعني وما زلت يعني أقول قريب التقاعد يمكن أتقاعد، بس ما زلنا في عز عطائنا إن شاء الله. شخصية فنية تتمنى محاكمتها منو وليش؟ شخصية فنية سواء مقصر سواء عنده موهبة بس خاشة، مو شرط يعني تكون إنه. والله أنا بس من غير لا أذكر اسمه هو زميل كان، وبسببه إحنا الآن تأخرنا في إعلان الأكاديمية لأن تم اختياره في 2013 وحسمت. اختاروا شنو؟ اختاروا رئيس الأكاديمية واختاروا نائب رئيس الأكاديمية، وكان منذ تلك الفترة احنا يعني أعلنت الأكاديمية خلاص أيام الدكتور نوجه له تحية الدكتور نايف الحجرة كان هو الوزير آنذاك. فأنا ما زلت أعتب عليه وما أخذ على خاطر، وكل مرة أشوفه أقول له أنت السبب يعني. بس نقول اسمه ما تبي أسحب كرت؟ أسحب كرت. لا ما يخاف. حكم براءة تمنح نفسك عن أي تهمة من التهم اللي وجهت لك خلال عملك. والله شوف، أنا أعتقد في مقولة يقول يعني من لا يعمل لا ينتقد. صحيح. فكل ما من لا يخطئ لا يعمل. نعم، يعني اللي قاعد في بيتهم أكيد ما حد راح يدري عنه ولا ما حد راح ينتقده. نعم. لكن أنا أعتقد الشجرة المثمرة هي دائما تنتقد، وأنا أثبت في أكثر من مناسبة أني كنت وما زلت أهل للمكان الذي شرفت فيه في يوم من الأيام كعميد كرئيس قسم كوكيل كأستاذ. كان يتم مهاجمتك؟ أكيد. شنو أكثر شيء يعني يضايقك أو أزعجك؟ شوف، وما زلت أقولها، أي شيء تواجه فيه الناس بخطأهم يزعلون وتضايقون ويكابرون، لكن أرد مرة ثانية وأقول لك إياها وأكررها وأعيدها وما زلت مصر، لأني أنا أسائل أمام رب العالمين قبل الناس، أنا أواجهه بالأدلة والبراهين. شنو أكثر شيء أزعجك؟ الهجوم اللي صار عليك، في شيء أزعجك معين؟ أحيانا توصل المسألة للشخصين مثل ما يشخصنونها. نعم. أو للشخصانية. نعم. جملة أنا دائما أقولها يعني وأعلمها عيالي، يعني لا يكون في فجر في الخصومة. نعم. الخصومة خلها تكون خصومة فرسان. نعم. وأنا أواجهك وأنت واجهني. دكتور، هذا السلايد عبارة عن هل لديكم مشكلة مع
الترقيات والدرجات العلمية حالكم أسوة أيضا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم بالتطبيق، أم أن حقوقكم مبخوسة في كأكاديميين؟ الحقيقة أخوي خالد أنت سألتني سؤال على الجرح الأمانة. نعم. لأن إحنا أنت عارف في كل موظف في الدولة أو منتمي لأي وزارة، منتسب لأي وزارة، يثاقه كل 5 سنوات وعلاوة كل سنة وكذا. على أنتوا شو يصير وياكم؟ إحنا المفروض درجاتنا العلمية شأن جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، لأن إحنا أيضا مسمياتنا يفترض وحدوها كدولة. نعم. مسميات الدولة كلها التعليمية وحدة راح تكون. نعم. يعني والدرجات العلمية نفسها. نعم. هي وحدة. يعني استاذ مساعد في جامعة الكويت هو استاذ مساعد يفترض في بنفس البوزيشن، بنفس الراتب، بنفس المزايا، بنفس المزايا العلمية والمالية الإدارية. طيب. الحقيقة احنا كنا نعاني من مسألة، يعني أنا منذ أن أخذت المؤهل الPhD دكتوراه وأنا مسمى أستاذ مساعد، إلى أن قبل 2 سنين في عهدي سويت لجنة، طلبت من الوزير ومجلس الإدارة لجنة ترقيات، ونجحت الحمد لله بإيجاد هذه اللجنة. لكن تقديم أحد الزملاء عطل هذا الأمر، وصار في قدم شنو؟ قدم على ترقية علمية، وصار في يعني في أنا ما أبي أقول خطأ أو بقدر ما كان هو يعني تأجلت هذه اللجنة، وأتت لجنة قبل 2 عام وتقدموا لها بعض الزملاء ورقوا إلى الدرجة الأعلى. نعم. جميع المتقدمين رقوا؟ تقريبا لأن في ناس كان متطلباتهم ناقصة وهذا. لكن اللجنة الأخيرة الأمانة، وأنا واحد منهم، قدمت على الترقية العلمية، وأنا مقدم أبحاث ناشرها من 2014 و15 ترقية علمية حتى توصل إلى درجة علشان أخذ درجة الأستاذ مشارك. نعم. أنا حاليا أستاذ مساعد. نعم. الدرجة الأعلى أستاذ مشارك، وبعدين أستاذ دكتور اللي هي البروفيسور. فالأمانة يعني جميع المتطلبات قدمتها، لكن فوجئت بأن بقرار وبتعميم جاءنا كلنا احنا كأعضاء التدريس، وصعقنا صراحة بهذا القرار أو هذا التعميم، بأن اللجنة قد أوقفت النشر بالمجلة المحكمة اللي هي تتبع أكاديمية الفنون اللي في مصر، بمعنى؟ وهي المفروض المجلة الشرعية الوحيدة في تخصصاتنا الدقيقة، ألا وهي الأكاديمية المسرحية. لا نعلم. يفترض أن هذه اللجنة لما توقف، أنا ما أدري، هو طبعا القرار جاء من عميد المعهد. يعني بناء على شنو خذ القرار؟ من عميد المعهد، أو يعني طيب حسب ما عرفت أنه يعني هو مكلف. بناء على شنو؟ ما ندري. هو يعني من غير توضيح الأسباب جاءنا التعميم التالي أن يعني يوقف النشر بهذه المجلة اللي هي مجلة عالم طبعا الفكر، اللي هي مالت أكاديمية الفنون اللي في مصر. نعم. إلى إشعار آخر. طيب. حتى بنفس اللفظ وما حصلت إلى على إشعار آخر. ما حصلت على ترقيتك؟ أنا ما حصلت على ترقيتي. أنا طبعا حاليا في رسالة تتوجهها نيابة عنك ووصالة عنك ونيابة عن، والله نيابة عني وعن الزملاء نتمنى توضيح لهذا التعميم وهذا الإشعار الآخر. يعني هل هو محدد في فترة وليش، رغم أن معظم الزملاء نشروا في هذه المجلة. مو بس إحنا في الكويت على فكرة، هذه المجلة تعتبر عالمية وعربية بالأخص، لأن بحكم تواجدها في أكاديمية الفنون في مصر. فالكل طبعا نشر في هذا. وعلى فكرة أيضا جاء الاعتراض من قبل الأكاديمية في مصر، يعني تم التواصل معنا للسؤال يعني ليش وقف هذا الاعتراف أو هذا النشر بدون مبررات أو بدون أسباب. احنا لا نعلم الأمانة. أنا شخصيا طيب هذه الرسالة توجهها لوزير التعليم العالي. هذه طبعا الرسالة توجهها طبعا اللجنة بحكم اللجنة، احنا نقدمها حق اللجنة. طيب. طبعا ومن هو الذي المسؤول عن هذا التعميم المباشر. نعم. والإشعار الآخر
يعني ما يعني شنو مصير شنو المقصود يعني الى اشعار اخر؟ طيب متى الاشعار الاخر؟ وشنو مصير الاخوه الناطرين خاصه انا واحد من الناس يعني نعم. انا اكثر من وزملائك ايضا اكثر. نعم انا يمكن اقدمهم، صار لي اكثر من 15 سنه الموضوع. نعم. انا مترقي يعني. فنتمنى ان شاء الله يكون في ان شاء الله يعني إجابة إيجابية إن شاء الله. حل جذري. إنصاف نعم. خاصة إن حتى ربطنا علاقة وطيدة مع إخواننا في أكاديمية الفنون في مصر، وأنا نخسرها يعني لأسباب يعني أنا أعتقد هي أكاديمية بحتة وحقيقية، أن هي هذا المعترف فيها وشرعية بحكم تخصصها الدقيق، وإحنا هذه الوجهة الأولى بالنسبة لنا كمجلة محكمة. إذن بس باختصار، إذا الترقيات عندكم الدرجات الأكاديمية أو العلمية في المعهد موقفة الآن موقفة إلى أشعار آخر. طيب، هذه صورة لك دكتور فهد. ماذا تبقى من أحلام الشباب؟ ما زلنا شباب. طيب، ماذا تبقى منه؟ إن شاء الله إذا الله كتب لنا نعم العهد الأكاديمية وظهورها إلى إن شاء الله النور. نعم إن شاء الله كل ما تمنيناه سنحققه، وأيضا سنحقق آمال وطموح الذين سبقونا، وعسى الله يطول في أعمارهم اللي موجودين واللي ماتوا الله يرحمهم. هذه صورة منه؟ هذه فهد بن سليم يعني في فترة الوكالة. أنا كنت وكيل يعني. صف نفسك في جملة بشكل عام. تحملت الكثير وما زلت أعاني، لكن اللي مصبرني إخواني وخواتي اللي في منهم موجودين معي اليوم بالاستديو. المحطة الأخيرة محطة آراء الجمهور. بشوف أنا وياك فيديو ناخذ تعليق عليه. دكتور، هذا فيديو لموسم الترفيه في الرياض. هل يمكن اللحوق بهم أو بركابهم أو يكون عندنا موسم ترفيهي؟ عشرات الملايين من الزوار والسائحين يعني يستقطبون في هذا الموسم الترفيهي الفني، ونشوف أيضا نجوم كويتيين هناك مشاركين في أعمال. أول شيء نقول إحنا وهم واحد عينين في راس، كل ما قالها رحمة الله عليه الملك فهد بن عبد العزيز. فرحتهم فرحتنا نفس الشيء، احنا سعيدين بهذا الامر، لكن اعتقد احنا سبقناهم في هذا المجال. وين؟ احنا سباقين. احنا دانت الخليج يعني. الكويت تظل دانت الخليج طال الزمن ولا قصر. احنا دانت كمهرجان الخليج كشيء. عندنا شيء مشابه موازي لهذا المهرجان ان شاء الله. احنا في مرحله جديده ان شاء الله، عسى الله يطول بعمر اميرنا الشيخ مشعل وابونا، واعتقد ان شاء الله احنا مقبلين. الكويت مقبله على مرحله ان شاء الله في جميع الاصعده، تطور وازدهار ان شاء الله، وازدهار إن شاء الله، وفنون واقتصاد. وانا اعتقد من خلال متابعتي للامور الاقتصاديه ان يعني في استبيان او شغله. ترى احنا من دون الفعاليات هذه في الكويت حنا في السياحة عندنا رقم كبير للأمانة، وأيضا محصول طيب. هذا يعطينا الدافع والأمل أن إحنا ما زلنا قلت لك على جميع الأصعدة الرياضية الثقافية الفنية الإعلامية نعم. والإعلامية نعم. والله العظيم يعني يمكن أنا الناس اللي يسمعوني الحين يقول عشان هو كويتي وشهادتي بالكويتية مجروح، هذه ديرتي في النهاية أكيد يعني. لكن الناس اللي قاعد يقولون ان انتوا ما زلتوا وان شاء الله
مثل ما يقولون آبائنا وأجدادنا الخير بقبال إن شاء الله. دكتور فهد السليم، وصلنا لنهاية الفيديو، شاكرين لك هذا الاستضافة. كلمتك الأخيرة شنو ودك تقول؟ كلمتي الأخيرة حق إخواني وأخواتي اللي في المعهد العالي للفنون المسرحية، طلبة وطالبات وأعضاء هيئة التدريس. إحنا أسرة واحدة كنا وما زلنا وسنستمر إن شاء الله. أتمنى من كل ذي صاحب شأن في هذه المؤسسة، الطالب يهتم في دراسته، أعضاء هيئة التدريس نتكاتف علشان ننهض بمؤسستنا، ومن خلال نهوضنا بمؤسستنا أكيد هو النهوض في ديرتنا واسم كويتنا الحبيبة. أعضاء هيئة التدريس اللي ما خذوا فرصتهم في أن هم يوزعون على الأقسام العلمية وإعطائهم الفرصة لإثبات جدارتهم، رغم أني أنا أعرف أنهم جديرين بالثقة وبالعلم، وأيضا ياخذ كل ذي حق حقه. ولطالما هناك لائحة تنظم مسيرة هذه المؤسسة إلى أن تكون الأكاديمية وتشهر رسميا ويكون لها مدير أكاديمية بالأصالة، وأيضا مجلس أمناء بالأصالة وإعلانهم، ساعتها إن شاء الله سنتكاتف لرفعة مؤسستنا واسم بلدنا الكويت. وتحياتي لك يا خالد، وأنا سعيد أن اليوم معاك في هذا البرنامج أو هذه المنصة الجميلة اللي أنا من متابعينك أمانة، وأيضا لطرحك القيم وطرحك الراقي. وأتمنى إن شاء الله المنصات الأخرى يعني تحذو بحذوك إن شاء الله يا أخوي خالد، ولأنك أنت شاب، إحنا عماد الكويت مستقبلها فيكم أنتم يا الشباب. عسى الله إن شاء الله يكثر من أمثالكم، وأنتم رفعتنا، وأنتم الكويت المستقبل إن شاء الله. وياك إن شاء الله والسعادة المباركة. إذن شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلتقيكم إن شاء الله في لقاء جديد، ودمتم في أمان الله.